10 حاجات لازم تخلي بالك منهم وانت بتشتري. اول حاجة الموقع، لازم تتأكد ان الموقع مناسب لحياتك وظروف حياتك، يعني قريب من شغلك، قريب من شغل مراتك، قريب من مدارس وجامعات الاولاد، علشان ده بيعمل مشكلة بعد كده. تاني حاجة البنية التحتية للمكان اللي انت بتشتري فيه، لازم تتأكد ان المكان ده ما فيهوش مشاكل لا في المية ولا في الكهرباء ولا في الصرف الصحي، لان دي زي ما بنشوف في مناطق كتير قوي بتسبب مشاكل، وفي ناس بتسيب بيوتها وبتعزل وبتبيع بيوتها بسبب المشكلة دي. تالت حاجة الأمان في المنطقة اللي انت هتشتري فيها، سواء انت بتشتري في كومباوند لازم تكون متأكد ان في سيكيورتي سيستم عالي في الكومباوند اللي انت بتشتري فيه، او لو بتشتري في عمارات فلازم برضو تكون متأكد ان المنطقة مفيش فيها اي مشاكل، محدش اشتكى ان في سرقة، في حرامية، في الكلام ده كله. رابع حاجة التصميم أو الديزاين بتاع المكان اللي انت بتشتري فيه أو الشقة اللي انت هتشتري فيها. خلي بالك ان بيوتنا دي المكان الوحيد اللي احنا بنعيش فيه أطول وقت ممكن، سواء حضرتك أو المدام أو الأولاد، ده المكان اللي احنا بنكون موجودين فيه على طول. فلو المكان مش مريح لينا نفسيا، مش بيلبي احتياجاتنا، بتبقى برضو مشكلة ومشكلة كبيرة. المساحة اللي انت بتشتريها، اتأكد ان انت بتشتري مساحة مناسبة لعدد افراد اسرتك، علشان ما يكونش فيه برضو مشاكل بعد كده. السعر والاقساط والبيمنت بلان، علشان دي بتعمل كوارث. لازم نكون متأكدين ان احنا لو بنشتري حاجة بالتقسيط ان القسط مش هيأثر على حياتنا والتزاماتنا اللي احنا ملتزمين بيها على طول، فلازم اكون متأكد ان القسط ده مش هيعمل لي مشكلة. التوجه المستقبلي بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا اشتري في مكان يكون عليه استثمار عالي، مش منطقة محدش هيبص لها، سعر الشقة بتاعتي بدل ما هيعلى هيثبت مكانه، لا انا عايز برضو اتأكد ان المنطقة اللي انا بشتري فيها منطقة حيوية، سواء حيوية حاليا او حيوية مستقبلا. الخدمات الإضافية، يعني إيه الخدمات الإضافية؟ يعني الكومباوند اللي أنا بشتري فيه ده في كلاب هاوس، في حمامات سباحة، في نادي، بحيث إن أنا أكون ضامن إن الأنشطة دي موجودة في المكان اللي أنا بشتري فيه، ومش هضطر بعد كده إن أنا أودي الأولاد أي أماكن بعيدة علشان عايزين ينزلوا حمام سباحة، عايزين يخرجوا، عايزين يتفسحوا. فكل ما بتكون الحاجات دي في الكومباوند اللي أنا فيه، أو لو أنا بشتري في عمارة قريب مني، الحاجات دي بيكون شيء كويس جدا. المنطقة المحيطة بالمكان اللي انت بتشتري فيه، لو بنشتري في كومباوند او في عمارات لازم نتأكد ان انا عايش في منطقة حيوية، كل الاماكن اللي فيها عايشة وساكنة او مستقبلا هتكون عايشة وساكنة. الاستثمار المستقبلي دي مهمة جدا جدا، حتى لو انا بشتري شقة بغرض السكن مش بغرض الاستثمار، محدش عارف بكرة في ايه، ممكن تحتاج ان انت تشتري مساحة اكبر، ممكن تحتاج ان انت تروح مكان تاني فتعرض شقتك دي للايجار او تعرضها للبيع، فلازم برضو نكون عارفين ومتأكدين ان احنا يوم ما هنعرض للبيع او للايجار الموضوع مش هيبقى صعب وهيتم بمنتهى السهولة. خلاصة الفيديو، اختار العقار اللي هيكون مناسب معاك دلوقت ومناسب معاك مستقبلا، هتحس ان انت مرتاح وانت ساكن فيه. بلاش تختار العقار اللي ممكن يكون فيه مشاكل بعد كده، لان الموضوع ده بيأثر علينا نفسيا جدا وممكن يعمل لنا مشاكل. لو عجبك الفيديو ياريت تعمل شير وتعمل فولو للقناة، لان لسه فيه فيديوهات كتير جاية.